مش عارف هو خلاط المشاكل اللي انا فيه ده ملوش زرار يوقفه، لان حرفيا حياتي بقت عباره عن كوكتيل قرف. وعلى قد ما كنت بدعي ربنا يفرجها، على قد ما انا فاكر ان عمري ما ربنا استجاب لي، عمري ما كنت في مصيبه ودعيت فاتحلت. قلت اسال بقى حد فاهم اللي انا فيه ده سوء حظ ولا غباء من الاخرين. لقيته بيقول لي يا ابني ما كلنا شايلين طينه، وهي الدنيا كده تعب وابتلاء واكتئاب وكلنا في الاخر هنرتاح. فغصب عني اول حاجه جت في بالي هو ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقنا، استغفر الله العظيم يا رب، يعني عشان ينكد علينا؟ لا، والاغرب ان لقيت حد بيقول لي ان اللي انا فيه ده عشان ربنا بيحبني، وقال لي حديث اللي بيقول ان اشد الناس بلاء الانبياء. يعني لما اقع في مصيبه كده ربنا بيحبني، ولو ربنا حبني اكتر احتمال المصايب تزيد. الكلام ده عمره ما يكون منطقي، اكيد في حاجه غلط او انا اللي مش فاهم. بدات ادور في المصحف، لقيت الايه بتقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طب ما الكلام زي الفل اهو، اللي هيمشي كويس حياته هتبقى كويسه، امال اللي انا فيه ده عباره عن ايه؟ لقيت على طول الايه بتقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه